السلام عليكم اخواني المغاربه، بغيت نقول لكم حاجه واحده. عرفتوا شنو كان ناقص المغرب؟ كان ناقص المغرب انه يفوز برئاسه مجلس حقوق الانسان لدى منظمه الامم المتحده. المغرب هو الدوله الوحيده القادره على ارساء ثوابت حقوق الانسان في العالم باسره. خص يكونوا عارفين اخواننا العرب خصوصا، وكنتكلم هنا خصوصا على الجزائريين الاشقاء ديالنا المجاورين لينا، انهم غادي يكونوا اول ناس غادي يستافدوا من حقوق الانسان مع المغرب. اول ناس من بعد المغاربه غادي يستافدوا من حقوق الانسان هم الجزائريين، يليهم الفلسطينيون. الجزائريين راكم في واحد النعمه عظيمه انكم مجاورين للمملكه المغربيه الشريفه اليوم اللي فازت برئاسه مجلس حقوق الانسان لدى منظمه الامم المتحده. واش عرفتوا شنو هي منظمه الامم المتحده؟ هي اللي كتقيم العدل في شوفوا دابا نعطيكم مثال. شوفوا هادشي اللي واقع اليوم في غزه، راه الامم المتحده راه كتدافع وبشراسه، الامم المتحده شنو كان ناقصها؟ كان ناقصها المغرب فقط. الأمم المتحدة سنين وهي كتسنى المغرب يفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان لديها، لأن المغرب عنده البركة. اعتذر، المغرب راه عنده واحد الحاجة اللي ما كايناش في العالم كامل. كتسمعوا سبعة رجال، راه المغرب عنده بزاف ديال من هاد سبعة رجال، عنده واحد البركة لا تضاهى. والأمم المتحدة كانت عارفة هاد الشيء هذا، كانت عارفه وساكته على هذا الشيء سنين، وكانوا تيخدموا في صمت. هل تعلم ان التصويت اجري في صمت وفي سريه من الدول الاعضاء؟ كانت في راسها ولكن التصويت اجري في سريه، لان الشرفه ديال شي دول اخرين كانوا مستعدين يوقفوا ضد الشرفه ديال الدوله المغربيه الشريفه. فهنا الامم المتحده كانت عارفه بهذا الشيء هذا، لذلك اقامت الامر في سريه تامه. والحمد لله تم فوز السي عمر زنيبر، الممثل ديال المملكه المغربيه لدى مجلس حقوق الانسان، لدى منظمه العدل، منظمه الامم المتحده. كيف ما قلت، منظمه الامم المتحده باعضائها كانوا كيتسناو فوز المملكه المغربيه باش تحقق هذيك المعادله الساميه الكبرى. تنقول لك اقدم مملكه على وجه البسيطه كان خاص ولا بد تاخذ حقوق الانسان. باش هنا شنو غادي يوقع واحد التفاعل غريب. كيف ما قلت لكم، البركه مع الامم المتحده والقوه، يوقع واحد التفاعل غريب. هادشي ما كانش واعي به الناس. شكون اللي كان واعيين به؟ بعض رجال الدين، القله منهم اللي كانوا يصرون على مثلا نهايه دوله اسرائيل. راه عندها علاقه وطيده بهذا الشيء اللي وقع بالامس. المملكه المغربيه اليوم بفضل الله اولا قدرات من انها تحط رجليها واحد الحطه ثقيله مزيان، كتسمى العفطه مزيان على الامم المتحده. وان شاء الله غادي تشوفوا ثمار ديال هذا المركز هذا اللي خداته المملكه المغربيه. وكيف ما قلت سابقا، اخواننا الجزائريين غادي يتهناو من الظلم، من التعسف ومن الطغيان ديال الجنرالات. هذا اولا. ناهيك على المغاربه اللي غادي يتهناو من شي حوايج فظيعه جدا كانت يعيشوها المغاربه اليوم، الحمد لله بفضل القياده الرشيده لجلاله الملك محمد السادس. المغاربه ما يبقى يأذيهم والو، هذيك الطاقه ديال الشرفه ديالنا غادي تنتقل مباشره وغادي تقيس الجيران ديالنا. هذيك الطاقه الشريفه غادي تقيس الجيران ديالنا، ومن ثم غادي تمشي وغادي تفرق على العالم العربي، واولهم ان شاء الله الرحمن الرحيم فلسطين. رئيس لجنة القدس منذ سنة 1975 المملكة المغربية كان خاصها تكمل هذيك التركيبة ديال رئاسة مجلس القدس مع رئاسة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. هنا إن شاء الله توقعوا
توقعوا انه غادي يوقع واحد الواقع عظيم عظيم ان شاء الله قريبا، وتفكروا الكلام ديالي.